السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توب 7. من كام شهر كده عملت قايمة عن أقوى الأفلام الآسيوية بشكل عام، وجبت أول 7 أفلام في آسيا عموما. وفي حلقة النهاردة إن شاء الله هنشوف الجزء الثاني من القايمة، بحيث إني هجيب الأفلام من المركز ال14 للمركز الثامن، وأنا كنت ناوي على جزئين بس في الأول، بس عنوان ضخم زي كده محتاج له أجزاء أكتر، لأني بتكلم عن أفلام قارة آسيا كلها. فقررت إني هعمل جزء ثالث كمان قدام، علشان نشوف أكبر قدر ممكن من الأفلام الآسيوية ونتعرف عليها. على العموم علشان ما أطولش عليكم، فبسم الله يلا نبدأ. نبدأ حلقتنا النهاردة بالمركز ال14 مع أحد أقوى الأفلام الإندونيسية على الإطلاق، مارلينا The Murderer in 4 Acts. فيلم إندونيسي على ماليزي على تايلاندي، هو مشترك كده، بس في الأصل إندونيسي، ومظلوم جدا الصراحة. ما شفتش حد بيتكلم عنه خالص، مش عارف هل أنا الوحيد اللي اتكلمت عنه ولا إيه. المهم الفيلم ده اتعرض في مهرجان كان السينمائي لأول مرة في مايو 2017، وحاز على آراء جيدة ساعتها، وفاز ب25 جايزة بينما ترشح ل34 جايزة تانية. وأجواء الفيلم شبه أجواء الكاوبوي في أمريكا أو البدو والفلاحين عندنا، الأجواء البعيدة عن العمار دي. وهي عن مارلينا اللي كان فيه بلطجية عايزين يستولوا على بيتها أو حاجة زي كده، وفي مرة هتقتل واحد منهم، ومن ساعتها وحياتها هتتقلب. هو أنا مش متأكد من القصة قوي، لأن مفيش حد اتكلم عليه تقريبا ولا حتى شفته، بس دي قصته بشكل عام. والفيلم واقعي جدا جدا، وتحس مفيش تكلف خالص في التمثيل، وتحس بأجواء الفقر والبساطة، اللي هو لو انت رحت المكان ده فعلا او اتعرضت للي في الفيلم ده مش هتشوف حاجة بره الفيلم. بس غير مناسب للمشاهدة العائلية خالص، لأن الفيلم فيه مشهد جنسي. هو مفيش عوري نهائي ومفيش حاجة باينة، بس واضح انه مشهد جنسي. ده غير فيه مشاهد قطع راس والأجواء الدموية دي، لأن الفيلم كله سواطير والكلام ده، فوجب التنويه. ونروح بعد كده للمركز ال13 لأقوى فيلم إندونيسي وأسيوي أكشن على الإطلاق، The Raid Redemption. هو في كام فيلم أكشن صيني متقدم في القائمة زي هيرو وإنفرنال أفيرس، بس برأيي لا يضاه الفيلم ده في قوة الأكشن والإثارة، بحيث إن الفيلم من أوله لآخره أكشن وقتالات، سواء مهارات قتالية أو بالأسلحة زي أفلام جاكي شان وبروس لي كده. ومن قوة الفيلم فاز ب9 جوائز وترشح ل22 جايزة تانية، كتير على فيلم إندونيسي بالمناسبة. ومخرجه وكاتبه ويلزي جاريث إيفنز، والفيلم ميزانيته قرب $1,000,000 وعمل قرب 20 مليون، يعني عمل 20 ضعف من ميزانيته. والفيلم ده اللي حط الأعمال الإندونيسية على الخريطة العالمية، وكمان بيتعرض على قنوات الأفلام الكبيرة مترجم كمان. ده غير اتعمل له فيلم تاني وترشح بقوة للقايمة، بس أقل من الفيلم الأول، وبقالهم كام سنة بيتكلموا عن فيلم تالت والناس مستنياه على نار. وقصته مثيرة جدا الصراحة، عن كتيبة شرطة هتدخل مبنى سكني قديم علشان يقبضوا على رئيس عصابة، بس دول دخلوا بيت رعب مش بيت سكني، مليان سفاحين وقتالين قتلة، ومعظم كتيبة الشرطة على باب الله، إلا كام واحد منهم محترف زي بطلنا دوت اللي جايبينه مسلم بالمناسبة. وهتتحاصر الكتيبة دي من أحد أخطر العصابات في جاكرتا كلها، وبقى الشغل الشاغل للشرطة إنهم يهربوا من المبنى ده. والفيلم هيركز على حالتهم النفسية، وفي بلاوي هتظهر في وسط القصة وحاجات هتولع الدنيا أكتر. عارفين انتوا الأفلام اللي مجموعة يدخلوا مكان ويبدأوا يتصفوا واحد ورا التاني؟ ده نفس الحكاية. والفيلم على فكرة عنيف جدا ودموي، يعني غير مناسب للمشاهدة العائلية، لأنه واقعي في كل حاجة بشكل مبالغ فيه، وده سبب نجاح الفيلم بالمناسبة. زي ما وصفوه النقاد، فيلم بلا زخرفات ولا إثارة عالية. والله المفروض يكون ضمن أول 7 مراكز، بس علشان إندونيسي رجع ورا كده للأسف. ونروح بعد كده لتاني أقوى الأفلام الهندية في القائمة دي، في المركز ال12 لاجان Once Upon a Time in India. تاني أقوى فيلم هندي، وكمان تاني أقوى فيلم لعامر خان اللي كان بطل فيلم 3 Idiots. والفيلم من إنتاج شركة عامر خان للإنتاج،
اللي عامر خان أنشأها بنفسه، لأنه منتج ومخرج وممثل ويسد معاك في أي حاجة. ومن قوة الفيلم ترشح ل 22 جايزة منهم واحدة أوسكار. انتوا متخيلين قوة الفيلم؟ ده غير انه فاز ب 56 جايزة مختلفة منها جوائز عالمية، واكتسح سنتها في 2001 أغلب الجوائز الهندية. وفكرته شبه فيلم RRR الجديد، بحيث انه بيتكلم عن الظلم اللي تعرض له الهنود ايام الاحتلال الانجليزي. واحداث الفيلم في 1893 ايام العصر الفيكتوري، وكانت المملكة البريطانية بدأت تزدهر في الهند بقوة ايامها. فقرر البريطانيين انهم يفرضوا ضرائب على الهنود او على القرية اللي احداث الفيلم فيها، والضرائب كانت اعجازية. فمش عارف ايه اللي هيحصل بالظبط، بس هيطلع ضابط بريطاني بلسانه الطويل يتحدى الهنود او عامر خان تحديدا في رياضة او لعبة الكريكت، لعبة معروفة قوي في اسيا زي كاس العالم كده. المهم بانه لو فاز الهنود هتتلغي الضرائب، ولو فاز الضابط هتتضاعف الضرائب ل3 اضعاف. حتى بصوا على الهنود لحظة ما سمعوا الكلام ده. وتقريبا في واحدة انجليزية متعاطفة مع الهنود هتعلمهم لعبة الكريكت، وكمان اللي عملوا الضابط ده من قفاه وضايق اصحاب المراكز الكبيرة قوي. هي حوارات كتيرة اللي شافوا الفيلم بس عارفينها، بس المفروض اللي شاف الفيلم ده يتعمل له تمثال. الفيلم 4 ساعات الا ربع، ليه يعني؟ لا وكمان الفيلم فيه اغاني كتير من اللي انتوا عارفينها، بس فكرة الفيلم قوية الصراحة واستحق وجوده في القايمة دي. ونطير على طول للمركز ال11 مع أقوى فيلم كوري رومانسي في القايمة، A Moment to Remember. أول فيلم كوري نشوفه في القايمة، وده مش معناه بأن الأفلام الكورية ضعيفة، ده المفروض مش أقل من 4 أفلام يكونوا في القايمة وفي أول 10 مراكز كمان، بس مش موجودة بسبب إني يا إما جبتها في قوائم قبل كده أو مليانة جنس وعري. والفيلم ده من الأفلام اللي حببتني في الأفلام الكورية بسبب سون يي جين وجانج وو سونج اللي كنت بحب أشوف لهم أي فيلم، فتخيل لما يكونوا في فيلم واحد. وبالرغم من إنه أقوى فيلم كوري رومانسي إلا إنه مظلوم جدا من ناحية الجوائز، فاز بجايزتين بس وعمل أرباح قرب ال21 مليون دولار، أكتر من ذا ريد. وقصته بقى هي كل حاجة عن شابة هتعجب بشاب شغال نجار، وهتبدأ تلزقله وتضغط عليه علشان يتجوزها، وبعد ما سندته كتير في شغله وضغطت عليه جامد هيتجوزها فعلا. بس بعد كده هيكتشف بأنه عندها الزهايمر وفي مرحلة متقدمة كمان، والراجل مش هيبقى على بعضه وهيتجنن لما يشوف الزهايمر بياكل فيها كل يوم وتنساها كل شوية. والفيلم مليان لحظات تضحك كتير ولقطات تخليك تعيط. الفيلم فيه كمية مشاعر ما تقدرش تحدد إن كان كوميدي ولا مأساوي. هو قبل ما يتجوزوا كان كوميدي، خصوصا لما يقابلها أول مرة، ولا لما يردها لها بعد كده، ولا لما تزن عليه علشان يتجوزها. بس أول ما يعرف بأنه عندها الزهايمر وتبدأ تتغير هياخد الفيلم منحنى تاني خالص، خصوصا أواخره اللي صعب جدا الصراحة. الفيلم من الآخر من أعلام الأفلام الكورية ومن أقوى الأفلام الكورية بالنسبة لي أنا شخصيا. والفيلم هتلاقوه بطيء وممل شوية في الأول، بس لما تدي الفيلم وقته هتحس بعظمته. وما فيهوش عري أو جنس، بس فيه تلميحات ملهاش لازمة، وغالبا بسبب إنه من غير مناظر عري وجنس ما فازش بجوائز كتير، تقريبا ده السبب. ونروح بعد كده للمركز العاشر لأقوى فيلم تايلاندي في القايمة، باد جينيوس. ده الفيلم الوحيد اللي عملت له ملخص كامل في القناة من كتر ما الفيلم قوي ورهيب، وفي ناس كتير وأنا منهم شايفين الفيلم ده أقوى أو من أقوى الأفلام الآسيوية. وفعلا الفيلم موجود ضمن أقوى 10 أفلام، بس أنا توقعت بأنه هيبقى في مركز متقدم عن ده. والفيلم من قوته عمل قرب ال44 مليون دولار، ويعتبر أكتر فيلم تايلاندي ربحا في 2017، وفاز ب20 جايزة بينما ترشح ل10 جوائز تانية. والفيلم واقعي جدا وجزء كبير منه بيلمسنا كلنا بسبب ان ابطاله طلاب مدرسة، بس واحدة منهم اللي هي لين عبقرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فهتتنقل لمدرسة جديدة هتقدر عبقريتها، بس بسبب انها كانت بتغشش الطلاب قصاد فلوس راحت المنحة الدراسية البنك اللي كان بينافسها عليها، وعلشان هي مصاحبة 2 فاسدين هتعمل خطة عبقرية بحيث انها تكسب الملايين من تخشيش اعقد اختبار قبول للجامعات الامريكية في العالم.
وهتخلي بنك العبقري يبقى شريك معاها في المهمة دي بعد ما هتستغل فارق التوقيت ما بين استراليا مكان الاختبار وتايلاند. فكرة مجنونة جدا، وعلشان كده في فيلم اسمه العبقرية السيئة استخدمت لنا عبقريتها في الغش والغلط علشان تكسب. فهتشوف بقى فكرة التغشيش هتبدأ ازاي وهتشتهر ازاي في المدرسة ويبقى ليها تابعين كتير، وازاي هتنكشف وازاي هيدخلوا امتحان ستيك وايه اللي هيحصل فيه. فعلا فيلم عبقري ومن اعظم الافلام الاسيوية بدون مبالغة. ده النظام اللي عاملينه في مهمة اختبار ستيك يتدرس والله. والعظمة اكتر بان اغلب اللي شاركوا في الفيلم وجوه جديدة وغير معروفة، ومع ذلك بقى اقوى فيلم في تاريخ تايلاند. ده لما بيتعمل فيلم بوجوه جديدة في هوليوود أو عندنا في مصر بيختفي الفيلم قبل ما يتعرض، لكن القصة والحبكة والإخراج اللي هيخليك على أعصابك وتندمج قوي مع الفيلم والأداء الأسطوري من الممثلين هم اللي وصلوا الفيلم للنجاحات دي. فعلا تحفة فنية. ونرجع بعد غياب للصين تاني في المركز التاسع مع أحد أقوى أفلام العصور القديمة، كراوتشينج تايجر هيدن دراجون. الفيلم الصيني الحائز على 4 جوائز أوسكار. فيلم بيتكلم صيني فاز بأكتر من جايزة أوسكار، ومش 2 أو 3، 4 جوائز. إنجاز كبير الصراحة، ومن غير أي مناظر عري أو جنس، بس فيه تلميحات. والفيلم فاز ب 98 جايزة غير ال4 أوسكار، وترشح ل 135 جايزة منهم 6 أوسكار. يعني الفيلم ده أبرز فيلم في سنة 2000 تقريباً. وده انعكس في الإيرادات كمان، بحيث إن الفيلم ميزانيته 17 مليون وعمل أكتر من 210 مليون دولار، أضعاف ميزانيته. ده كفاية لما أقولك بأن أحد نجوم الأكشن في الصين ميشيل يو طلع دور البطولة فيه، اللي لسه شايفينها في حلقة أقوى أفلام في 2022 مع فيلم المركز الثاني. ده غير كمان شاركت في الفيلم الثاني، هو فاشل وفاز بجايزتين بس في 2016، بس يكفي من كتر نجاح الفيلم الأول عملوا له فيلم تاني. ده غير فيه مسلسل تلفزيوني بنفس الاسم. ولا المتألقة تشانغ زي اللي شفناها في فيلم هيرو وآخر فيلمين لجودزيلا وفيلمين راش آور مع جاكي شان، مش قليلة يعني. بس للأسف كعادة الأفلام الصينية ساعتها المبالغات. يعني شوفوا المنظر المستفز ده مثلا، ولا ده. هما هنا بيبقوا مربوطين بخيوط على فكرة، والسي جي اي او المونتاج شالوا الخيوط دي. واللقطات المستفزة دي مش كتيرة قوي زي فيلم هيرو كده. فيلم هيرو كان عايم على المناظر دي، لكن هنا قليلة. وقصة الفيلم الأسطوري ده باختصار هو بأن المحاربة دي طلعت من عزلتها علشان توصل سيف تبع مقاتل أسطوري لبكين، لأن اللي ادالها السيف عايز يتقاعد ويريح، وفي نفس الوقت عايز ينتقم من اللي قتل معلمه. المهم بأن السيف هيتسرق من صاحبتنا في بكين، وفي ناس هتساعدها في استرجاعه تاني، وغالبا صاحبتنا دي سرقته أو ليها علاقة بالموضوع ده. مش عارف والله، الفيلم يتوه. وقتالات الفيلم ده أسطورية ويتضرب بيها المثل، بعيدا عن الأفورة طبعا. بس ما زلت شايف ذا ريد الأفضل أو الأكثر واقعية، ولا انتوا ايه رأيكم؟ وبما انه لسه فيه جزء ثالث، نروح على طول للمركز الثامن والأفضل في حلقة النهاردة، الفيلم الدرامي الإيراني A Separation. الفيلم اللي فاز بالأوسكار لأحسن فيلم أجنبي في 2011، وترشح للأوسكار لأحسن سيناريو، وكمان فاز بالجولدن جلوب، وفاز بجوائز في كل المهرجانات اللي شارك فيها زي مهرجان برلين ومهرجان أبو ظبي ومهرجان لندن وغيرها الكتير، بحيث إن الفيلم فاز إجمالاً ب 89 جايزة وترشح ل 50 جايزة تانية. وهو أول فيلم إيراني يوصل للعالمية بعد الفيلم اللي عرض في التسعينات Children of Heaven، اللي يقطع قلب أي حد يشوفه. حتى الفيلم ده صعب بالمناسبة، اللي شغالين على الفيلم عيطوا كتير أثناء التصوير، خصوصا في اللقطة دي لما نادر بيحمي أبوه بعد اللي حصل ساعتها. والفيلم حقق إيرادات عالية بحيث عمل قرب 25 مليون، وميزانيته نص مليون بس. يعني الفيلم حقق أضعاف ميزانيته، بس ضعيف شوية مقارنة بأصحابه في القايمة. والسبب في ميزانيته الضعيفة هو بأن الفيلم واقعي جدا، شريحة من المجتمع. يعني مفيش مؤثرات بصرية والكلام ده غير مفيش موسيقى تصويرية خالص، علشان ما يتأثرش المشاهد بيها ويميل لطرف معين، لأنه هيبقى في صراع ما بين الشخصيات، وكل واحد عنده وجهة نظر، وكل واحد عنده حق، مفيش شرير هنا. لأن الفيلم بيتكلم عن سمين اللي طالبة الطلاق من جوزها نادر،
علشان هي عايزة تهاجر بره وتلاقي فرصة لعيشة أفضل، وصاحبنا رافض علشان هو بيرعى أبوه العجوز اللي عنده الزهايمر، وهي مش عايزة تقف مع جوزها في محنته وتسيب البيت علشان تتطلق، فهيضطر صاحبنا إنه يجيب شغالة ترعى أبوه، فهيحصل حوار كده إهمال، فهيطردها نادر بطريقة مش حلوة تسببت في إجهاضها، فهيواجه صاحبنا قرار حبس، فهيحارب علشان يقلب القضية لصالحه ويقعد يرعى أبوه، وفي الآخر المخرج هيسيب لك النهاية مفتوحة وتسرح أنت بخيالك ويحرق دمك. هو حوار طويل جدا وفيه شخصيات كتيرة وأحداث متشعبة لازم الواحد يشوفه علشان يفهمه. يعني الفيلم ده لمحبين الدراما والواقعية والأفلام اللي بتتكلم عن المشاكل المجتمعية والحاجات دي، وللعلم بأن مجتمعهم شبه مجتمعنا جدا، فهتلاقوا الفيلم بيلمس ناس كتير عندنا. ايه رأيكم معانا في القايمة؟ لو عندكم رأي تاني ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات مختلفين معانا في ايه، او ايه افلام كانت المفروض نجيبها معانا وما جبناهاش، واكتبوا لنا آراءكم برضو، ولو حابين نتكلم عن حاجة معينة اكتبوها لنا، ولو لسه ما اشتركتش في القناة يبقى يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر التنبيه علشان يوصلكم جديد القناة، وتفاعلوا معانا كده، وكمان اتفرجوا على الحلقات اللي فاتت، واستنوا الجزء الثالث خلال الفترة الجاية ان شاء الله، ونشوفكم على خير في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.